السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم. 4 ملوك حكموا الأرض كلها من شرقها لغربها، منهم كافرين ومنهم مؤمنين. يلا بينا نعرف مين هم. الملك الأول هو سيدنا سليمان، صاحب أغنى ملك وأكبر ملك بين البشر، وكان بيمتلك الجن وعفاريت الشياطين، ويتحكم بالرياح، ويفهم الطيور والنمل. ولو الجن رآه وهو بيصلي كان بيتحرق، وكان موته بيأكد للجن إنهم لا يعلمون الغيب. والملك الثاني هو ذو القرنين، اللي قام ببناء سد يحجز بين قابلتي يأجوج ومأجوج عن العالم، وقد أسلم المئات بفضله، وسمي بذلك لأنه رأى في رؤية إنه قبض قرنين الشمس، وكان معناها إنه سيحكم جانبي الأرض من المشرق للمغرب. والملك الثالث هو الملك النمرود، وعاش 800 عام، نصها كان في رفاهية ونصها الآخر عذاب. وتحدى سيدنا إبراهيم عليه السلام بأنه يحيي ويميت من يشاء، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب منه تغيير وضع الشمس، فذهل وغضب حتى أمر بحرق سيدنا إبراهيم. وكان موت النمرود عبرة للجميع. ربنا سبحانه وتعالى أرسل له بعوضة، وفي رواية أخرى ذبابة دخلت راسه وعذبته، وأمر جنوده أنه يخلصوه من العذاب بقطع راسه، ومات مذلول مقطوع الراس. والملك الرابع بختنصر، وهو ملك شرس ظالم، كان ببابل في العراق، وقاد جيش ضخم غزا بيه بلدان كتيرة، وأسر واستعبد ناس كتير. حفظنا الله وإياكم من الظلم والظالمين. وبكده خلصت معلومة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.